ريهام اهلا بيكي معانا في صرمة السعودية. اهلا بيك. كلمينا عن المخفي النهارده العرض الخاص للفيلم، جايين نقول لكم مبروك. كلمينا عن فيلم احمد سلطان او البطولات المطلقه، كلمينا عن الفيلم. الله يبارك فيك، ويا رب الفيلم يكسر الدنيا، ويا رب سلطان يعجب الناس يا رب ويعمل حاجه حلوه، واحنا طبعا معاه في ديله يعني، ما احنا معاه في الفيلم. حكايه ريهام الشنواني مع المخفي بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بجننه. الشخصيه بتاعتك. عامله دور شخصيه ياسمين بنت عمه بس، وتعبانه كده معقده نفسيا وبس. كواليس العمل بقى عامله ازاي يعني جوه الفيلم؟ حلوه جدا حلوه جدا جدا، احنا كلنا اسره واحده وكلنا شباب. دايما ريهام يعني بتعتمد على التنوع في اعمالها، بتختار كويس جدا يعني. شايفه ازاي التعاون مع احمد عبد الله في هذا العمل؟ الورق حلو جدا، انا مش ما ينفعش انا اقول كلمه على استاذ احمد عبد الله، يعني الورق حلو جدا جدا. بس تمام. عايز شوفنا برضو معاكم ريشه كوستا وسماره بيشاركوا في الفيلم ومدينه طعم تاني، هل انت بتنتمي انك تسمعي لهذه النوعيه من الاعمال؟ بص، هو انا ما بسمعهاش، بس طبعا لو في حاجه مطرقعه ترند بسمعها، بس هم ريشه دمه خفيف قوي قوي. انت معاهم في الفيلم؟ لا ما ينفعش اغني ايه، مش بتاعت غنى لا. دراما بقى، هل عندك حاجه دراما الايام الجايه ولا لا؟ ان شاء الله عندي مسلسل باذن الله افلاطون داخله اصور قريب الشهر الجاي ان شاء الله، بس مش عارفه لسه هيتعرض رمضان ولا لا. شخصيه عامله ازاي؟ مختلفه عن خالص اللي انا عملته، بس مش عايزه احرقها. كلمه اخيره كل الناس اللي عايزاها تشوف المخفي. ايه شوفوا المخفي والله. والله العظيم هيعجبكم والله، وانا هعجبكم ان شاء الله.